أشاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالنجاح الباهر الذي حققته الدورة 35 لكأس إفريقيا للأمم التي احتضنتها المملكة في أجواء حماسية متميزة، معربا عن عميق شكره لكافة مكونات الأمة التي ساهمت في إنجاح هذا الحدث القاري الكبير. وأكد جلالة الملك في بلاغ صادر عن الديوان الملكي اعتزازه بالجهود التي بذلها المواطنون عبر مختلف مدن المملكة، مثمنا الروح الوطنية العالية التي تحلى بها المغاربة في دعمهم المتواصل للمنتخب الوطني الذي بات يحتل المرتبة 8 عالميا في إنجاز يعكس ثمار سياسة رياضية طموحة واستثمارات استراتيجية في البنيات التحتية، إضافة إلى الانخراط الواعي لأبناء الجالية المغربية في الدفاع عن ألوان الوطن. وأوضح البلاغ أن هذه الدورة ستظل محطة بارزة في تاريخ المنافسات القارية، ليس فقط لما حققته من نتائج رياضية متميزة، ولكن أيضا لما أبرزته من تقدم نوعي تشهده المملكة على درب التنمية في إطار نموذج مغربي متفرد يضع المواطن في صلب أولوياته. وفيما يتعلق بالأحداث المؤسفة التي شهدتها الدقائق الأخيرة من المباراة النهائية، شدد جلالة الملك على أن روابط الأخوة الإفريقية ستظل أقوى من كل الانفعالات الظرفية، مؤكدا أن نجاح المغرب هو في جوهره نجاح لإفريقيا جمعاء. كما عبر جلالته عن ثقته في وعي الشعب المغربي وقدرته على التمييز في مواجهة محاولات التشهير أو النيل من المصداقية، مجددا التأكيد على أن المغرب سيبقى بلدا إفريقيا وفيا لقيم الأخوة والتضامن، ومواصلا التزامه الراسخ من أجل إفريقيا موحدة ومزدهرة عبر تقاسم خبراته وتجربته مع بلدان القارة.